السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هاد الأفكار ديال الكيك رولي بطرق سهلة مبسطة، ماشي شي ماتريال معقد. الطريقة ديال الكيك صحيحة 100%. كريمات رائعة في القوام ديالها وفي الطعم ديالها، وكذلك في الطريقة ديالها سهلة ناجحة 100%. خليكم معايا في هذا الفيديو تشوفوا معايا أفكار، بزاف ديال الأفكار ونصائح إن شاء الله تنجح معكم. كذلك اللي بغات تخدم مشاريع في الدار ديالها تستفاد من هذا الفيديو، لأن حاطه الكريمات كل كيك رولي شحال كيدي ديال الكريمه، ما يشيط لك منها حتى شي حاجه، العبر مضبوط الكل كيك رولي. كذلك النكهات مختلفه، في كل كيكه كاينه نكهه مختلفه. ندوزو ديريكت المكونات ونبداو المراحل. كاينه تحضيرات مسبقه بحال هنا. غادي نوجد الكاناش. غنبدا بالكيك رولي الاولي. غنعمل الكاناش، غادي نعمل به الحشوه داخل. عندي هنايا 130 غرام الكريمه سائله ساخنه، و125 غرام ديال الشوكولاته تكون مقطعه قطع صغيره. غادي نسخن هنايا هذيك الكريمه، نسخنها على نار غير تشوفوا بداو الفقاعات كيطلعوا. صافي غادي نجيبها وغادي نحط عليها هذيك الشوكولاته اللي مقطعه قطع صغيره باش تذوب لنا دغيا. غادي نحركها بهذا الشكل هذا حتى كتشوفوها دابت. تقدروا تحطوها على نار مهيله مع التحريك غير تشوفوها دابت كامله. صافي بركه عليها. صافي هنايا غادي ها هو القوام ديالها. غادي نحطها في واحد العلبه ولا اي حاجه ونغطيها بلاستيك غذائي يكون ملامس للكناش ونخليها في الثلاجه. هذا من التحضيرات المسبقه بنهار قبل بيومين قبل، ماشي مشكل. صافي غنحط هاد الكريمه هاد الكناش في الثلاجه وندوز نوجد الكريمه. غادي نخدم هنايا الكريم موسلين بالبراليني. غنبداو اول حاجه بالكريمه الاساسيه ديالها هي الكريم باتيسير. 2 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار ديال النشا، ملعقه ديال الفانيليا، 2 ديال اصفار البيض، وعندي هنايا ربع لتر ديال الحليب، كاس تقريبا. الاكواب المعياريه كوب ديال الاكواب المعياريه. غادي نخلط كلشي هنايا بارد باش ديك النشا والسكر والبيض كامل يندمجوا مع الحليب، وغادي نعملهم على النار مع الاستمرار بالتحريك تنتحصلوا على هذا القوام هذه الكريمه هذه. هنا ضيف واحد المعلقه صغيره الزبده، انا نسيتها وهي باقا سخونه، وخلطوها معها، انا نسيتها هنايا. وغادي نغطيوها حتى هي بالفيلم اليمونتير ونخليوها في الثلاجه تبرد. هادو كاملين تحضيرات مسبقات تقدروا توجدوهم بنهار قبل. هنا الكريمه، وعندي هنايا الزبده 100 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه، وعندي 2 معالق ديال البخاليني، وعندي هذيك الكريمه الباتيسير اللي وجدتها كاملين بنفس الحراره. يعني حتى الكريمه طلعتها قبل وخليتهم في المطبخ باش ياخذوا نفس درجه الحراره المطبخ. حاجه مهمه باش تنجح لكم الكريمه موسلين. الكريمه موسلين هي من الكريمات السهله، ولكن كتقدر الا ما تبعتوش المراحل ديالها كتقدر تجي محببه. هنا خدمت هذيك الزبده مزيان واحد 5 دقائق حتى كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها واللون ديالها رجع فاتح بزاف. ومن بعد غادي نضيف هذوك 2 معالق كبار ديال البخاليني. تقدروا تضيفوا يعني زيت شويه ناقص شويه ماشي مشكل. صافي غنخدموا في هذيك الزبده تتندمج هكذا. وغادي نجيب هذيك الكريمه الكريم باتيسير وغادي نخدمها كذلك حتى هي واحد شويه تترجع القوام ديالها كريمي. ومن بعد غادي نبدا نضيف لها هذيك الكريمه ديال الزبده والبخاليني شويه بشويه. كنضيف تقريبا ملعقه كبيره اولا 2 ونخلط حتى تندمج، ونضيف الكميه الثانيه حتى كنكمل الكميه كامله بهذا الشكل هذا. هاد الكريمه هذه رائعه للحشوات، سهله ولذيذه كتجي في الطعم ديالها. تقدروا تستغنوا كذلك على البخاليني وتعوضوه بالكراميل حتى هو كيجي مزيون معها. فكره كذلك تقدروا تعملوها، كيبقى لكم الاختيار. غنخلط هنايا والكريمه ديالي ها هي واجده. غادي نحتفظ بها في الثلاجه حتى الساعه اللي نكون غادي نعمر بها الكيكه. هاد النوع ديال الحلويات او الطرطات كيبغيو التحضير المسبق باش كتسهلوا عليكم الشغل. غندوزو هنايا الجينواز ديال الكيك رولي، سهله بزاف. 5 ديال البيضات، و150 غرام ديال الدقيق، 150 غرام السكر والفانيليا. عملت هنايا البيض والسكر والفانيليا وغادي نخلطهم هنايا حتى يضاعف الحجم ديالو ويرجع اللون ديالو فاتح. تقريبا كتدي واحد 5 دقائق في الروبو، او لا بالخلاط اليدوي غتدي واحد 10 دقائق. ها هو القوام ديالو. غادي نجيب الدقيق هنايا، غادي نجيب صفايه وغادي نغربلو على 2 أو 3 المراحل، وغادي نخلط بشويه بشويه من فوق لتحت باش ما نخرجش الهواء اللي في الكيكه ديالي. ضروري غير بشويه بحال هذا الشكل هذا، وضروري ما نغربلو الدقيق. هنا ما عملتش الخميره. هاد الكيك هذا ما كيحتاجش الخميره، والقوام انا مجربه بالخميره ومجربه بلا خميره. القوام بلا خميره كيجي رائع. حاله وحده تقدروا تعملوا فيها الخميره هي الا شفتوا خلطتوا الكيك بزاف وهبط لكم الخليط مبقاش مهوي هيدا بحال السبونخه. باش تصلحوا الموضوع عملوا له شويه الخميره ماشي مشكل، ولكن بلا خميره كتجي رائعه.
هنا المول هنايا 30 على 40. انا ما عنديش، عندي واحد المول عوج من واحد الجهه كيخبط لي الكيكه ما كتجيش متساويه، فانا استعملت غير ورق الالومنيوم، عبرت 30 على 40 سنتيم، طويت الورق الالومنيوم ومن بعد فرشت فيه ورق الزبده، رشيته شويه وغادي نكب فيه هذاك الخليط ديال الكيك. الفران عندي شاعل على 180 درجه، وغادي نعمل هذا الكيك بعد ما نوزعه في هذا المول هذا ونساويه يكون متساوي، ما تجيش جهه عاليه على جهه. بالنسبه للمول ماشي ضروري 30 على 40، تقدروا الصواني ديال الفران الصغيره اللي كتكون 36 على 35 هكذا كيكونوا 40 بحال هكذا كيكون العبار ديالهم كاملين يقدروا يجيوكم. انا هذا بحال قلت لكم 30 على 40. غنوزع هذاك الخليط كامل وغادي ندخلو الفران. الكيك رولي ما كيتعطاش فران، راه على حسب الفران، ولكن هو كيدي من 10 حتى 12. ما خصوش ينشف الفران يطيب بزاف، كيبس كيتهرس، وما خصوش كذلك يبقى ناقص طياب كيتعجن وكيجي كيلصق كيتعجن ما كيبقاش مزيان. فهذا هو المشكله ديالو، غير في الطياب خص غير تعرف كيفاش طيب. وها هي القوام ديالها كيفاش عامل، كتجي رائعه. بحال قلت لكم الطياب ديالها ما كيفوتش، راه على حسب الفراره، انا قلت 10 دقائق بزاف، 12 دقيقه الماكسيموم. صافي هنا غادي نحيدو، هنايا خليته غير واحد 5 دقائق برد شويه. غنجيب هنا واحد المنديل اللي عندي فزقته بشويه د الماء وعصرته، وغادي نقلب فيه هذيك الكيكه. الظهر هذا هو اللي كيجي من فوقي، لانه هو اللي غادي نسقيوه وغادي يشرب لنا السيرو. ها هي الكيكه ديالي بحال اللي كتشوفوا، او الجينواز. انا خليتها بحال قلت لكم بردت شويه. ها هي القوام ديالها. تقدروا تعملوا ترشوا السكر كلاصي على المنديل وتقلبوها عليها، طبعا كنعملوها الطريقه هذه، اولا هذا المنديل هذا مبلول كيخليه كيحافظ على الرطوبه ديال الجينواز، كتجي رطبه. فليكم الاختيار. هنا غادي نلويه. في الاول كنلوي، نتوما شفتوا كنطوي واحد شويه من الاول، ومن بعد كنمشي مرخوفه معاها، ماشي مزيره، باش ما تخرجوش الهواء في الكيكه وتجيكم معجنه ومبزعه، يعني دوروا معاها مرخوفين. عملتها في البلاستيك هنايا وخليتها في الثلاجه حتى لغدا، لانه حتى لغدا عاد كملت عليها. من بعد فكيتها غير بشويه، انا هنايا زربت عليها الرسته، ولكن ماشي مشكل، غير بشويه كنفكوها. كتجبروا الكيكه ديالكم او الجينواز ديالكم رطيبه. صافي غادي ندوز هنايا. طبعا حنا وجدنا لها في الاول الكاناش، غادي نجيب الكاناش. اذا كان في الاول غادي نسقيوها بالسيرو اللي هو السكر والماء مع الفانيليا، غير كيذوب ديك السكر كيغلاو على النار، كنحيدو كنخليوه كيبرد ومن بعد كنسقيو به الكيك. غادي نسقيو هذا الجينواس كامل ونجيب هذاك الكاناش اللي انا وجدته هو الاولاني. هذاك العبار كيجي بالضبط على قد هذا الجينواس هذه، يعني ما كيبقى فيه والو. انا عطيتكم العبارات مضبوطين باش اللي غادي تخدم مشاريع تبيع وداكشي تعرف المكونات شحال غادي تدخل لها في الكيكه ديالها او في الكيك رولي ديالها. غادي نوزع هذيك الكاناش، ما تعملوش بزاف ما تجيكمش بالحلاوه بزاف، يعني كندهنوا طبقه رقيقه ماشي غليظه. غندهن هنايا بهذا الشكل هذا. نحاولوا نساويوها وخليوها تبرد غير واحد شويه، واحد 5 دقائق، ومن بعد جيبوا الكريمه ديالكم اللي هي الكريمه مسلم بالبخاليني، حتى هي غادي نوزعوا طبقه غير رقيقه بحال اللي قلت لكم ماشي غليظه. نحاولوا نوزعوها بهذا الشكل. هذيك الكميه ديال الكريمه اللي حنا عدلنا، هذاك العبار كيعطيكم تزينوا بها من داخل وبرا، فهذيك الكميه تكفاكم، خصها تكفاكم من داخل وبرا، يعني ما تعمروش بزاف من داخل. واللي بقى لكم زينوا به برا بالطريقه اللي نتوما باغيينها. وزعت هذيك الكريمه ومن بعد غادي ندوز نلويها بحال هذا الشكل هذا غير بشويه مع هذاك المنديل حنا كندوروا معاها. صافي ها هي. وغادي نجيب هنايا الورق ديال الزبده وغادي نعملها فوق منه بحال هذا الشكل. وضروري ما نعملوا هذه الخطوه هذه اللي غادي نوريها لكم، كتعاون الكيكه ما كتجيش طايحه، يعني كتجي الزواقه من داخل دايره ما كتجيش مايله. فكنجيبوا هذا اي حاجه بحال هكذا وكنشبروا الورق، كنشبروه من تحت وكنبقاو نضغطوا ونجروا بحال اللي كتشوفوا معايا في الفيديو هنايا باش كتشبر اللون الشكل دائري. عملتها في المجمد انا هنايا، خليتها واحد 3 ساعات حتى تجمدت بهذه الطريقه هذه. وهذه نصيحه مهمه في الطرطات وفي الكيكات، دائما جمدوهم باش في التزيين كيعطيكم في الخدمه، ماشي مثلا كتكون سخانه والحراره الكريمه كتبقى تخرج، الكيكه كتبقى تهرب من هنا. لا، دائما عملوا الكيك ديالكم في المجمد، خليوه يشبر، عاد كملوا عليه في الزينه وفي الزواق، يساعدكم بزاف سواء في الهزان ديالها تهزوها ديبلاصيوها من حاجه من طبق من في اي حاجه كتجبروها سهله في يدكم بحال اللي كتشوفوها هي. قطعت هذوك الجوانب اللي زايدين، ذوبت هنايا واحد شويه ديال الشوكولاته، واحد 150 غرام ديال الشوكولاته، وعملت فيها شويه ديال اللوز مهرمش مع البندق اللي كان المكسرات اللي كانت، وغادي نكبها فوق منها. انا كتحمقني الكيكه
تكون مزينه بهذه الطريقه ديال فيريرو روشي، كتجي رائعه. ديك الرطوبيه ديال الكيك مع الكريمه مع هاد التقرميشه ديال الشوكولاته والمكسرات، كيجي واحد المزيج رائع. وكذلك من الطرق السهله وراقيه في التزيين ديالها، ما كتطلبش شي تكنيكه ولا شي حاجه، وكتجي مزيونه. صافي هنايا عملت ديك الورق من تحت باش ديك الزوائد اللي غادي يطيحوا نقدر نحيدهم. شوفوا معايا الكيكه ملي كتكون مجمده راه كتهزوها كيف ما بغيتو تحيدوها من هنا لهنا، ساهله. دخلتها الثلاجه بردت. الكريمه اللي كانت بقات لي مسلم بالبخاليني زينت بها بهذه الطريقه هذه. تقدروا تزينوا بها مثلا ما استعملتوش الشوكولاته والمكسرات، تزينوا بها تغلفوا بها، راه غادي تكفاكم تغلفوا بها. غنجيب هنايا شي حبات ديال البندق خليتهم، وهادو هنايا الشوكولات كنت عدلتهم من قبل بحال ورقات ديال الشوكولات كانوا عندي، وزينت بهم بهذا الشكل هذا. ها هي شوفوا معايا، ها هي متلجه بحال اللي قلت لكم. الرولي ديالي متلج، فكيساعدني باش نديبلاصيه في طبق التقديم ولا نحطه في الثلاجه ولا في شي حاجه. هذه مهمه انكم تعملوا الكيك ديالكم يكون مجمد باش تعرفوا تحركوا به براحتكم. ها هو غنعملها هنايا في الطبق ديال التقديم. ها هما بالنسبه لي غادي تعطيهم هديه، او اللي غادي تبيع غتعمل لي كوموند، ضروري يكون عندها شي طبق اللي كيتعملوا فيه يكون المنظر ديالو مزيون. غندوزو الرولي الثاني. نعدل هنايا كاناش مونطي. عندي 120 غرام ديال الشوكولات مع 100 غرام ديال الكريمه سخونه و150 غرام كريمه بارده. بنفس الطريقه غادي نسخن ديك الكريمه، وغادي نضيف عليها ديك الشوكولات اللي عندي مقطع قطع صغيره، وغادي ندوبهم مع بعضهم. كذلك بحال قلت نقدروا نعملوا على النار مهيله، ونعملوا الشوكولاته والكريمه مع بعضهم على النار حتى تشوفوهم دابوا مع التحريك طبعا، وصافي وكنحيدوهم على النار. غادي نحركوا هنايا تيذوب هذاك الشوكولات في ديك الكريمه، تحصلوا على بحال الكاناش. صافي ها هو. من بعد غادي هنايا في هذه المرحله هذه غادي نجيب الميكسور وغادي نخدموا شويه، كيخلي لنا الكريمه تجينا لينه وكتجي مزيونه. واحد 10 ديال السكوند فقط كنضربوه بهذا الميكسور هذا. صافي وغادي نعملوه هنايا في الاناء اللي غادي نحتفظ به في الثلاجه. في هذه المرحله تقدروا تضيفوا هذيك الكريمه اللي بارده تضيفوها دابا وتخليوهم مع بعضهم، من بعد تمونطيوهم، اولا بحال اللي غادي نعمل انا هذا غادي نخليه بوحديته حتى يبرد في الثلاجه، ومن بعد نضيف الكريمه ونمونطيه. صافي غنخلي هذا الكانش هذا حتى يبرد. وهنا غادي نوجد الكيكه اللي غادي نعملها، الكيكه ديال الشوكولات نفس المقادير البنات ديال الجينواز. 5 البيضات، 150 غرام ديال السكر. هنايا الدقيق غنعمل 120 غرام دقيق و30 غرام كاكاو فقط، هذا هو الاختلاف. غادي نخدمها بنفس الطريقه كذلك، نفس الطريقه اللي استعملنا ونفس القياس ديال المول. غادي نعملها في المول وغادي ندخلها الفران. ها هي حتى كطيب وغادي نخرجها، وبنفس المراحل ونفس الطريقه غادي نعملها. غادي نجيبها هنايا، يا اما ما نديروش عليه شويه السكر كلاصي باش ما تلصق لكمش الجينواز، يا اما بحال عملت انا تفزقوه وتعصروه وتلووا فيه الجينواز بطريقه مرخوفه، ما نزيروش عليها. هاد الجينواز هذه الا بقات لكم خضراء لا غادي تلصق، واذا طابت لكم بزاف راه غادي تهرس. هنا الكاناش بعد ما كتشوفوها هو بارد، غادي نجيب الخلاط الروبو وغادي نكب هذاك الكاناش ونضيف عليه هذيك الكريمه اللي هي بارده، وغادي نخليهم يتمنطوا السرعه ماشي عاليه وماشي حانيه، متوسطه، باش تطلع لكم الكريمه على خاطره وتطلع مزيونه. صافي هاد الكريمات هادو ساهلين وناجحين، يعني استحاله انه ما ينجحش معاك. ساهلين وناجحين وخفافين في الماكله ولذاذين في الماكله ديالهم، ماشي ثقالين. ها هي هنا بعد ما بردت لي هذيك الجينواز فكيتها كذلك بنفس الطريقه. غنجيب السيرو ديالي، تقدروا تعملوا السيرو هنايا بالقهوه، تقدروا تعملوا السيرو بالطعم ديال النوازيت بالطعم ديال الكراميل، ليكم الاختيار. كيتواتاو كاملين مع بعضيتهم، كيتواتاو مع الكيكه ديال الشوكولات ومع الكاناش مونطي ديال الشوكولات. صافي وغادي نجيب هذاك الكاناش حتى هو هنايا غادي نقسمه تقريبا شويه اكثر من نص، شويه غادي نعمر به الداخل والباقي برا. يعني هذا العبار هذا اللي تكون من الكاناش راه يعمل لكم حشوه وزواق من برا كذلك، وكيجي مضبوط ما كيشيط منه حتى شي حاجه. غنوزع هذاك الكريمه بنفس الطريقه، ونحاول تكون طبقه ماشي غليظه بزاف، ما كتجيش مزيونه، كتجي الكريمه غلبه على الكيك فما كتجيش مزيونه، غير بحال هكذا. كنحاولوا نساويو بهاد السباتيو، نساويو لاكوش كنجرو من فوق ومن تحت، اللي كاين شي زياده كنحيدوها اولا كنعمروا بها الاماكن اللي ناقصه بحال هاد الشكل. وغادي ندوز نلوي الرولو ديالي بهاد الطريقه هذه. ها هو صافي. تا هو بغيتو تحطوه في المجمد، انا هنايا كنت مزروبه حطيتها في الثلاجه غير واحد نص ساعه على ما جمعت الدنيا، ولكن بغيتو تحطوها في المجمد احسن باش تساعدكم في الخدمه من بعد ما تكونوا كتخدموا او تزينوها. قبل من داكشي دائما نفس الطريقه ديال ورق الزبده بحال هاد الشكل،
كنجيب هاد السكرابر وكنضغط باش كياخد الشكل دائري. صافي هنايا بحال قلت لكم دخلتها الثلاجه المجمد غير واحد نص ساعه. بغيتو خليوها اكثر خليوها اكثر حسب الوقت ديالكم. اللي بقى من الكريمه غادي ندهنها فوق منها بهذا الشكل. بحال قلت لكم الكريمه كافياكم الزينه من داخل ومن برا. انا هذه اخترت نزينها بهذا الشكل هذا. وطبعا الافكار ديال التزيين كاينه بزاف وتقدروا تعملوا اللي بغيتو. يمكن لكم تعملوا الكريمه وتعملوا فوق منها كلاصاج ميروار او لا كذلك وتعملوا فوق منها اختيار. هنايا باش نساويو هاد الطريقه هذه مزيونه باش تساويو بها او تحيدوا الزوائد. الا بغيتو تساويو كتعملوا ديك البلاستيكه ناعسه على الكيكه، واذا بغيتو تنقصوا من الكريمه كتجروها واقفه. شوف انا هنايا حيدت الزياده وهنا غادي غير غنساويها، فكنعس هذاك البلاستيك بهذا الشكل هذا باش كيملصها بلا ما كينقص. ها هي هنايا صافي غادي ندوز للمرحله ديال التزيين. غنعملها كذلك في الطبق ديالها ديال التقديم. صافي غنحيد غير ديك الجوانب اللي زايدين. وهنا عندي كذلك هذوك الوريقات ديال الشوكولات اللي انا كنت معدلاهم وحطاهم في الثلاجه. عندي شويه ديال البودره الذهبيه هنايا، قلت من لمسه ذهبيه من هذه الكيكه هذه. فكره كذلك مزيونه، الشوكولات كيتواتى معه الذهبي في الزينه. صافي غادي ندهنهم هكذا باش نزين بيهم. يدنا كيكونوا سخون. الا كانوا عندكم شي حاجه بحال هكذا ديال الشوكولات راه الحراره اليد كذوبوا عليها، كنحاول ما كنشبرهمش. صافي الكيكه دخلتها الثلاجه هنا كذلك المجمد واحد ربع ساعه على ما زينت ديك الوريقات ديال الشوكولات. وصافي وغادي نقطع هذيك الجوانب هنايا باش نخلي الشكل معاوض. بحال قلت لكم ملي كتمثلجه راه احسن. شوفوا الشكل وديك الدوره كيفاش كتجي حلزونيه مزيونه. هنا ذوبت واحد شويه شوكولات 70 غرام ديال الشوكولات ذوبتها وعملتها في واحد البلاستيكه، عملت واحد الثقبه من تحت وزينت بهذا الشكل هذا. حتى هو من الطرق سهله وكيجي رائع. هذا التزيين هذا كيجي مزيون في المنظر ديالو، ماشي صعيب ماشي معقد. صافي غادي ننزل هذوك الوريقات اللي انا عملتهم بالذهبي وغادي ندخلها للثلاجه يتماسك هذاك الشوكولات ونرجع نكمل اللمسه الاخيره وتكون واجده. اللمسه ديالي هنايا غير هاد الخطيوطات ديال الذهبي غنعملهم فوق هاد الشوكولات وصافي. والكيكه ديالي ها هي واجده. عملنا جوج الاشكال. بالنسبه للشكل الثالث ما بغيتش نطول عليكم من الفيديو، حتى هو بنفس الطريقه ونفس المراحل، غير هو استعملت له الكريمه ديال الكاناش باش الشوكولاته الابيض والجبن. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. صافي عملتها من داخل وعملتها من برا وزينتها، وعملت قطع ديال التوت كذلك من داخل فوسط الكريمه ومن برا زينت بالتوت والقطع ديال الشوكولاته. هي نفس الطريقه. انا مبغيتش نطول عليكم الفيديو، ولكن غادي نخلي الجينواز هي نفسها وغادي نخلي لكم الرابط ديال الكريمه وانتم بدعوا وذوقوا كيفاش ما بغيتوا. الوصفات ديالي اليوم هما هادو. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى كانوا شي افكار مزيونين وجربوهم كذلك ونجحوا معكم. اهم حاجه في هذه الوصفات بحال هذه التنظيم ديال الوقت، يعني ما تحاولوش تعملوا كل شيء في نهار واحد. دائما قسموا على يومين، نهار الكريمات والكيك ونهار ديال المونتاج والتزيين باش ما تضغطوش راسكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى كذلك تجربوهم ينجحوا معكم. بدوركم ما تبخلوش عليا بارائكم وتعليقاتكم وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم اللي تعاهم الفائده واللي كتفكر تعمل مشروع. هذه من الافكار الرائعه اللي تقدر تعملها في مشروع ديالك. الكيك كيجي رائع في القوام ديالو حتى في الشكل ديالو. تبعوا غير النصائح. طبقات الكريمه شوفوا مناسبه مع الطبقه ديال الكيك. اللي كتفكر تخدم مشروع ما تنساش دائما التغليف او العلب اللي تبيع فيها المنتوج ديالها، كيزيدوا جماليه وكيعطيو قيمه كذلك من المنتوج. كنتمنى هاد الافكار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى كذلك ينجحوا لكم. شكرا لكم، الى اللقاء فيديوهات قادمه ان شاء الله.